أحمد راتب بدأ مشواره الفني وهو طفل، حيث كان يمارس التمثيل داخل المدرسة، وقد نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداياته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما. اتسم أدائه بالبساطة وعدم التكلف، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم، شارك في أعمال الفنان عادل إمام، واستطاع أن يؤدي أدواراً جيدة. هو زهايمر كده يا محمود، الحاجات القديمة تفتكرها بالتمام والكمال، والحاجات الجديدة اللي بتحصل تنساها في ساعتها. أنا مش ناسي حاجة يا شافعي، مش ناسي حاجة، لا القديم ولا الجديد. أمال اللي بيحصل لك ده إيه يا أبو حنفي؟ الدكتور اللي بيعالجك والممرضة والخدامة واللي حكيتولي ده كله يبقى إيه؟ شكل قاسماً مشتركاً لمعظم أفلام الشباب الحديثة، ويعد الفنان أحمد راتب من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة والناقدة للمجتمع. كانت آخر أعماله السينمائية فوبيا، الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض عام 2017.